الله بالخير. يلا اوكي. اللي يريد يتابع مؤشرات وتداعيات الزلزال السوري لازم يبدي من مراقبة ردود أفعال الفصائل نفسها. النجباء اليوم مثلا أصدرت بيان قالت بيه إنه الدولة تدعم الحدود مع سوريا لكنها تغفل الجبهة الداخلية، وإن الخطر يكمن في داخل العراق مو على الحدود. تقول حركة النجباء إنه الحركة المقبلة المتوقعة راح تكون من على التراب العراقي وما تجي من سوريا، وأنه مؤامرة تخريبية تلوح في الأفق، والغرفة البريطانية اللي سهلت سقوط بشار الأسد نفسها تتحرك الآن لتنفيذ مؤامرتها في قلب العراق. أما المؤشر الثاني فهو الحركة المكوكية لرئيس منظمة بدر هادي العامري اللي راح قبل أيام إلى ديالى لتفقد القطاعات ومراقبة الحدود، ثم انتقل إلى كركوك لأجل ما قال عنه متابعة سد الثغرات الأمنية. وهذا يشير إلى أنه بدر كجزء من فصائل المقاومة تعي وتدرك جيدا أن الأيام القادمة راح تحمل أحداث ينبغي الاستعداد إلها. وصفحة سقوط بشار السريع والمفاجئ ليست الصفحة الأخيرة في سجل التغيير في المنطقة، لأن الصفحة التالية ربما تكون العراق. أما المواقف الخارجية فإيران تحذر من عودة داعش، بينما القيادة العسكرية الأمريكية تعلن أنها ما راح تسمح بعودة التطرف للعراق ولا للبنان ولا للأردن. زين، إذا صدقت أمريكا وماكو داعش، وإذا صدقت النجباء وماكو خطر من الحدود السورية، شال الخطر منين يجي وشلون شكله؟ أما إيرانيا، اليوم السيد علي خامنئي غرد وقال أنه دولة جارة لسوريا ما سماها لعبت دور بأحداث سوريا الأخيرة ولا زالت، رغم أنه المتآمر الرئيس بسقوط بشار هو أمريكا وإسرائيل، والأدلة قاطعة بحسب كلامه. وهذا إصبع اتهام يوجه المرشد للدول الإقليمية. ومؤشر آخر وخطير إلى أن هناك أيادي تعمل على سحب البساط من تحت محور المقاومة في كل المنطقة، وأن محور اللعنة اللي حكى عنه نتنياهو جاي تمشي به الخطة دولة بعد دولة إلى حين تحجيم إيران. الأيام الجاية ما راح تكون أيام عادية بحسب كل هاي المؤشرات. الكل مستشعر اقتراب الخطر من العراق، ما حد يعرف شلون راح تكون تداعيات سقوط بشار وتغيير نظامه على العراق ودول المنطقة. لكن الثابت الوحيد هو أنه شيئا ما سيحدث. إيش قد درجته على مقياس رختر ما معلوم، بس شيئا ما سيحدث. هسه شو يصير ما أعرف. دير بالكم على روحكم.